رمضان خلاص على الأبواب، ومن أكتر الحاجات اللي بنبقى محتاجينها في الصيام والسحور هي الزبادي. لازم الزبادي تكون موجودة عندنا كل يوم في التلاجة. واحنا طبعا مع فكرة تشتريها ليه بدل ما ممكن تعمليها في البيت وبأبسط وأسهل مكونات، وكمان تكوني ضامنة نظافة الحاجة. وخدي بقى مع كده كل الحاجات اللي انت بتشوفيها لازم تعمليها في البيت تكون مضمونة اكتر في كل حاجة. رمضان بيحب التفريزات والتخزينات، وانك تكوني عاملة كل حاجة بايديكي وشايلاها استعدادا لرمضان ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا مع حبايبكم ومستنيين رمضان كده وفرحانين. بصوا بقى، انا مش هكلمكم عن جمالها. انتوا شايفين طبعا انا بقلب الكوبايه وبعدلها تاني، مفيش اي حاجه بتنزل منها ولا هي بتتحرك اساسا. الوش بتاعها حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان الوش ده بيعتمد على نوع اللبن اللي انت جايباه. في ناس، انا مجربه كذا نوع لبن، في ناس بتبيع اللبن مش بيبقى تقيل قوي يعني، او مش بيبقى حلو، فما بتعملش معاكي وش كويس. لكن لو جايبه اللبن كويس ومن مكان مضمون هتلاقي الوش بتاعها حلو جدا ومظبوط معاكي. يلا بقى نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض. هتجيبي كمية اللبن اللي انت عايزاها، ان شاء الله حتى 10 كيلو. هتحطي اللبن في الحاجة اللي انت هتغليه فيها. لازم اللبن يغلي معايا لحد ما خلاص، ان هو مش انا بس بسخنه بس، لا لازم يغلي خالص واسيبه يبرد على جنب. كده اللبن غلى معايا خلاص. هسيبه، بس لازم يكون يبرد كده لدرجة ان انت تحطي ايدك فيها تكوني مستحملة السخونية بتاعته، مش سخن قوي، لا يكون بس دافي كده. هاخد في حدود نص كوبايه كده، الكوبايه لوحدهم مع بعض، وهحط عليهم زبادي. هحط عليهم قد ايه؟ انا هنا كنت مستخدمه نص كيلو لبن، هحط عليه 3/4 العلبه او نصها، مش هتفرق. نص العلبه او 3/4. هتستخدمي كيلو لبن هتحطي العلبه كلها. قلبيهم بقى كده مع بعض كويس جدا لحد ما تحسي ان الزبادي دابت في اللبن اللي انت حطيتيه ده. خدي بقى الخليط اللي انت عملتيه ده وانزلي بيه على بقيه اللبن. اديهم بقى تقلبتين كده مع بعض بحيث ان كل الحاجات دي تكون اندمجت مع بعض. عايزة تحطيهم في الخلاط مفيش اي مشكلة. من الاول تاخدي كل كمية اللبن تحطي معاها الزبادي وتديهم كده شوية في الخلاط وبس كده. هنبتدي بقى ان احنا نجيب الاكواب او اي حاجة انت عايزة تحطي فيها بقى، كوبايات، مجات، فناجيل زي ما انا مستخدمة كده، وانزلي بيها كده بحيث يعني كل حاجة انت تكوني حاطة فيها الكمية المظبوطة اللي انت عايزاها. عايزة بقى تملاها للآخر، عايزة تحطي نصها انت بقى وبراحتك. انا النص كيلو هنا عمل معايا ال4 فناجين اللي انتوا شايفينهم دول، وكمان اتبقى معايا حبة مليت فيهم فنجان صغير. كده كل الكمية جاهزة معايا، ما فاضلش بس غير خطوات صغيرة خالص وهتكون جاهزة معاكي احلى زبادي انت ممكن تعمليها. هتجيبي صينية، طبعا الصينية لازم تشيل كل عدد الكوبايات اللي انت عاملة فيها. لو عاملة كمية اكتر من كده هتضطري تجيبي صينية اكبر من كده. المهم ان انت تحطي فيها كل الاكواب اللي انت عاملاها، هتكوني محضرة مية سخنة بتغلي وهتحطيها في الصينية من تحت. يفضل ان المية تكون واصلة لجزء كده كويس من الكوبايات او الحاجات اللي انت عاملة فيها، يعني مثلا لحد ربعهم او اقل من الربع بشوية كده، تكون طايلة بس الزبادي علشان السخونية تندمج كده معاها. غطيها بقى بحاجة نظيفة كده. وانا بحطهم في فرن البوتاجاز من بالليل للصبح، يعني انا لو ببقى مجهزة الكلام ده من بالليل ببتدي ان انا خلاص تكون جاهزة معايا الصبح. حطيها في فرن البوتاجاز، المهم ان هو يكون مكان دافي وضلمه. اول ما تطلعيها بقى الصبح هتبتدي ان انتي تحطيها في التلاجة. هو يستحسن ان احنا نحطها في التلاجة علشان طبعا تمسك اكتر واكتر. بصوا بقى، كانت تحفة اكتر مما تتصوروا. على فكرة انا مش بحب الزبادي قوي، بس انا لما دقتها وهي معمولة في البيت انا حبيتها، مش عارفة ليه الفرق يعني، مع ان اكيد مفيش فرق خالص،
بس طعمها تحفة. كريمي جدا، طعمها حلو قوي، نضيفة طبعا، انت اللي عاملاها بايدك في البيت، مفيش احلى ولا اروع من كده. وبس كده.